حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. حضوركم يا للوفا والطيب زاد النور نور عند الكريم الليلي. يا جات الوجوب كملي يا سايق الفنجال سوق للضيوف اللي حضور الليل فو بحفل ابو عمر رفيع المنزلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. في الليلة اللي عمت الافراح وازداد السرور من طيبها لها القصر من كل القبايل ممتلي. احمد راعى الوقفات والفزعات يحكم كل شهر شيخ الايام انك نخيت فاللزوم يجملي. شهم وكريم ومعتبر دايم على العليا جسور احمد مجرب في المواقف يوم نفحة الدلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. من ذي في هيدا الليل هم بين العرب فعلا خبر قبيلة بين القبايل فعلهم ما يجهلي. من عزوة سليمان الرجال اللي لهم بيت معمر على الوفا والعز من يوم الزمان الاولي. رجالهم مع النبي الهاشمي فعلا ودور الكل منهم يحتمي قوله يقول ويفعلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. مبروك يا نايف ونهدي لك من اطيب الزهور عسى السعاده فالك الليله وفي المستقبلي. وتعيش يا رمز الوفا والطيب يا نسل الصقور حكيم راي وفي المواقف كل ميل يعدلي. والعذر منكم والسموح لنحصل بعض القصور ما فيها غير لها ناس سبحانها اللي كاملي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. احمد وربعها الرجال. مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. حضوركم يا للوفا والطيب زاد النور نور عند الكريم الليلي. يا جات الوجوب كملي يا سايق الفنجال سوق للضيوف اللي حضور الليل فو بحفل ابو عمر رفيع المنزلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. في الليله اللي عمت الافراح وازداد السرور من طيبها لها القصر من كل القبايل ممتلي. احمد راعى الوقفات والفزعات يحكم كل شهر شيخ الايام انك نخيت فاللزوم يجملي. شهم وكريم ومعتبر دايم على العليا جسور احمد مجرب في المواقف يوم نفحة الدلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. من ذي في هيدا الليل هم بين العرب فعلا خبر قبيلة بين القبايل فعلهم ما يجهلي. من عزوة سليمان الرجال اللي لهم بيت معمر على الوفا والعز من يوم الزمان الاولي. رجالهم مع النبي الهاشمي فعلا ودور الكل منهم يحتمي قوله يقول ويفعلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. مبروك يا نايف ونهدي لك من اطيب الزهور عسى السعاده فالك الليله وفي المستقبلي. وتعيش يا رمز الوفا والطيب يا نسل الصقور حكيم راي
المواقف كل ميل يعدلي، والعذر منكم والسموح لنحصل بعض القصور ما فيها غير إلهنا سبحانه اللي كاملي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. أحمد وربعها الرجال على المقام وربعها الرجال على المقام المعتلي. أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. حضوركم يا للوفا والطيب زاد النور نور عند الكريم اللي لياجة الوجوب كملي. يا سايق الفنجال سوق للضيوف اللي حضور الليل فوا بحفل ابو عمر رفيع المنزلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. في الليلة اللي عمت الافراح وازداد السرور من طيب اهلها القصر من كل القبايل ممتلي. احمد راعى الوقفات والفزعات يحكم كل شهر شيخ الايام انك نخيت فاللزوم يجملي. شهم كريم ومعتبر دايم على العليا جسور احمد مجرب في المواقف يوم نفحة الدلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. من ذي فهيد اللي لهم بين العرب فعل مخبور قبيلة بين القبايل فعلهم ما يجهلي. من عزوة سليمان الرجال اللي لهم بيت معمر على الوفا والعز من يوم الزمان الاولي. رجالهم مع النبي الهاشمي فعلا ودور الكل منهم يحتمي قوله يقول ويفعلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. مبروك يا نايف ونهدي لك من اطيب الزهور عسى السعاده فالك الليله وفي المستقبلي. وتعيش يا رمز الوفا والطيب يا نسل الصقور حكيم راي وفي المواقف كل ميل يعدلي. والعذر منكم والسموح لنحصل بعض القصور ما فيها غير إلهنا سبحانه اللي كاملي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. 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 يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. حضوركم يا للوفا والطيب زاد النور نور عند الكريم اللي لياجة الوجوب كملي. يا سايق الفنجال سوق للضيوف اللي حضور الليل فوا بحفل ابو عمر رفيع المنزلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. في الليله اللي عمت الافراح وازداد السرور من طيب اهلها القصر من كل القبايل ممتلي. احمد راعى الوقفات والفزعات يحكم كل شهر شيخ الايام انك نخيت فاللزوم يجملي. شهم كريم ومعتبر دايم على العليا جسور احمد مجرب في المواقف يوم نفحة الدلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. من ذي فهيد اللي لهم بين العرب فعل مخبور قبيلة بين القبايل فعلهم ما يجهلي. من عزوة سليمان الرجال اللي لهم
نور على الوفا والعز من يوم الزمان الأولي. قد جالهم مع النبي الهاشمي فعلا ودور الكل منهم يحتمي قوله يقول ويفعلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعه الرجال على المقام المعتلي. مبروك يا نايف ونهدي لك من أطيب الزهور عسى السعادة فالك الليلة وفي المستقبلي. وتعيش يا رمز الوفا والطيب يا نسل الصقور حكيم راي وفي المواقف كل ميل يعدلي. والعذر منكم والسمو حال حصل بعض القصور ما فيها غير لها ناس سبحانها اللي كاملي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعه الرجال على المقام المعتلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعه الرجال على المقام المعتلي. 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 يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعه الرجال على المقام المعتلي. أحمد وربعه الرجال على المقام المعتلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعه الرجال على المقام المعتلي. حضوركم يا للوفا والطيب زاد النور نور عند الكريم اللي لياجة الوجوب كملي. يا سايق الفنجان سوق للضيوف اللي حضور الليل فوا بحفل ابو عمر رفيع المنزلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعه الرجال على المقام المعتلي. في الليلة اللي عمت الافراح وازداد السرور من طيب اهلها القصر من كل القبايل ممتلي. احمد راعى الوقفات والفزعات يحكم كل شهر شيخ الايام انك نخيت في اللزوم جملي. شهم كريم ومعتبر دايم على العليا جسور احمد مجرب في المواقف يوم نفحة الدلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعه الرجال على المقام المعتلي. من ذي فهيد الليلهم بين العرب فعلا خبر قبيلة بين القبايل فعلهم ما يجهلي. من عزوة سليمان رجال اللي لهم بيت معمر على الوفا والعز من يوم الزمان الأولي. قد جالهم مع النبي الهاشمي فعلا ودور الكل منهم يحتمي قوله يقول ويفعلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعه الرجال على المقام المعتلي. مبروك يا نايف ونهدي لك من أطيب الزهور عسى السعادة فالك الليلة وفي المستقبلي. وتعيش يا رمز الوفا والطيب يا نسل الصقور حكيم راي وفي المواقف كل ميل يعدلي. والعذر منكم والسمو حال حصل بعض القصور ما فيها غير لها ناس سبحانها اللي كاملي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعه الرجال على المقام المعتلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعه الرجال على المقام المعتلي. 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 مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعه الرجال على المقام المعتلي. أحمد وربعه الرجال على المقام المعتلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعه الرجال على المقام المعتلي. حضوركم يا للوفا والطيب زاد النور نور عند الكريم اللي لياجة الوجوب كملي. يا سايق الفنجان سوق للضيوف اللي حضور الليل فوا بحفل ابو عمر رفيع المنزلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعه الرجال على المقام المعتلي.
أحمد راعى الوقفات والفزعات يحكم كل شر شيخ الأيام إنك نخيت فاللزوم جملي شهم وكريم ومعتبر دايم على العليا جسور أحمد مجرب في المواقف يوم نفحة الدلي يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي من ذي فهيد اللي لهم بين العرب فعلا خبر قبيلة بين القبايل فعلهم ما يجهلي من عزوة سليمان الرجال اللي لهم بيت معمر على الوفا والعز من يوم الزمان الأولي رجالهم مع النبي الهاشمي فعلا ودور الكل منهم يحتمي قوله يقول ويفعلي يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي مبروك يا نايف ونهدي لك من أطياب الزهور عسى السعادة فالك الليلة وفي المستقبلي وتعيش يا رمز الوفا والطيب يا نسل الصقور حكيم راي وفي المواقف كل ميل يعدلي والعذر منكم والسموح لنحصل بعض القصور ما فيها غير لها ناس سبحانها اللي كاملي يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي 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 مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي حضوركم يا للوفا والطيب زاد النور نور عند الكريم اللي لياجة الوجوب كملي يا سايق الفنجان سوق للضيوف اللي حضور الليل فوا بحفل ابو عمر رفيع المنزلي يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي في الليلة اللي عمت الافراح وازداد السرور من طيب اهلها القصر من كل القبايل ممتلي احمد راعى الوقفات والفزعات يحكم كل شر شيخ الايام انك نخيت فاللزوم جملي شهم وكريم ومعتبر دايم على العليا جسور احمد مجرب في المواقف يوم نفحة الدلي يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي من ذي فهيد اللي لهم بين العرب فعلا خبر قبيلة بين القبايل فعلهم ما يجهلي من عزوة سليمان الرجال اللي لهم بيت معمر على الوفا والعز من يوم الزمان الأولي رجالهم مع النبي الهاشمي فعلا ودور الكل منهم يحتمي قوله يقول ويفعلي يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي مبروك يا نايف ونهدي لك من أطياب الزهور عسى السعادة فالك الليلة وفي المستقبلي وتعيش يا رمز الوفا والطيب يا نسل الصقور حكيم راي وفي المواقف كل ميل يعدلي والعذر منكم والسموح لنحصل بعض القصور ما فيها غير لها ناس سبحانها اللي كاملي يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي 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 مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي
حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. حضوركم يا للوفا والطيب زاد النور نور عند الكريم الليلي. يا جات الوجوب كملي يا سايق الفنجال سوق للضيوف اللي حضور الليل فوق حفل ابو عمر رفيع المنزلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور أحمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. في الليلة اللي عمت الافراح وازداد السرور من طيب اهلها القصر من كل القبايل ممتلي. احمد راعى الوقفات والفزعات يحكم كل شهر شيخ الايام انك نخيت فاللزوم يجملي. شهم كريم ومعتبر دايم على العليا جسور احمد مجرب في المواقف يوم نفحت الدلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. من ذي في هيدا الليلهم بين العرب فعل مخبور قبيلة بين القبايل فعلهم ما يجهلي. من عزوة سليمان الرجال اللي لهم بيت معمر على الوفا والعز من يوم الزمان الاولي. رجالهم مع النبي الهاشمي فعلا ودور الكل منهم يعتمي قوله يقول ويفعلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. مبروك يا نايف ونهدي لك من اطيب الزهور عسى السعاده فالك الليله وفي المستقبلي. وتعيش يا رمز الوفا والطيب يا نسل الصقور حكيم راي وفي المواقف كل ميل يعدلي. والعذر منكم والسموح لنحصل بعض القصور ما فيها غير لها ناس سبحانها اللي كاملي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. 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 يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. حضوركم يا للوفا والطيب زاد النور نور عند الكريم الليلي. يا جات الوجوب كملي يا سايق الفنجال سوق للضيوف اللي حضور الليل فوق حفل ابو عمر رفيع المنزلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. في الليله اللي عمت الافراح وازداد السرور من طيب اهلها القصر من كل القبايل ممتلي. احمد راعى الوقفات والفزعات يحكم كل شهر شيخ الايام انك نخيت فاللزوم يجملي. شهم كريم ومعتبر دايم على العليا جسور احمد مجرب في المواقف يوم نفحت الدلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. من ذي في هيدا الليلهم بين العرب فعل مخبور قبيلة بين القبايل فعلهم ما يجهلي. من عزوة سليمان الرجال اللي لهم بيت معمر على الوفا والعز من يوم الزمان الاولي. رجالهم مع النبي الهاشمي فعلا ودور الكل منهم يعتمي قوله يقول ويفعلي. يا مرحبا حياكم الله باسم وافينا الشبور احمد وربعها الرجال على المقام المعتلي. مبروك يا نايف ونهدي لك من اطيب الزهور عسى السعاده فالك الليله
أنتم رياجيل الوفا قوم تحل المعضلات بكيله الوقفة لهم تاريخ عالي مستواه جيتوا على سهل الرحب والطيب في كل الجهات دايم على سنة محمد نسأل الله الثبات وقفاتنا عز وشرف مثل الجبال الراسيات عنا حليل وخصم عن الشبل لسان في جمال سلام بردية وفاة صر يا جيل الثقات اللي لهم تاريخ من يوم العصور الأولى نايم عوض واخوانه ربعي فالنايبات عزوة حليل اللي لهم تاريخ وقبل القضاء يا مرحبا بالعزوة اللي كاسبين الطايلات يا مرحبا حياكم الله والوجوب مكملة أنتم رياجيل الوفا قوم تحل المعضلات بكيله الوقفة لهم تاريخ عالي مستواه جينا على حسب الوعد ومكملين الواجبات وموصل الارحام سن العرب والعاملات وقنوت الثقه بالنسيب على السواء حنا بكيل الليل نسى بالمطوعة العرصان جيتوا على سهل الرحب والطيب في كل الجهات دايم على سنة محمد نسأل الله الثبات وقفاتنا عز وشرف مثل الجبال الراسيات حنا حليل وخصمنا ننشب لسان في جمال حياكم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل معاني الوفاء والتقدير والمعزة نرحب بكافة الضيوف الكرام أجمل ترحيب ونقول لهم أهلا وسهلا وحياكم الله. باسم الشيخ محمد عوض الجبريلي السلمي والأستاذ أحمد عوض الجبريلي السلمي وجماعتهم ذوي فهد من ذوي جبريل من سليم. نرحب بضيوفنا الكرام وحياهم الله في هذه الليلة المباركة بمناسبة زواج العريس نايف بن عوض الجبريلي السلمي والذي نسأل الله له التوفيق والسعادة ولا نقول له إلا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. أعزائي الكرام، حقيقة أننا تشرفنا وسعدنا بحضوركم وتواجدكم
وتلبيتكم دعوتنا وتكميلكم للواجب ومشاركتكم معنا في هذا المكان الغالي عند أبناء عمنا وجماعتنا ذوي فهيد من ذوي جبريل، والله ونعم بالاسم والمسمى والمكانة والقبيلة. نتمنى لكم أسعد الأوقات وأفضلها في هذه الأمسية الجميلة مع فقرات احتفالية هذه الليلة فرحا وابتهاجا ومشاركة منا مع فرحة عريس هذه الليلة المباركة نائب العوض الجبريلي السلمي. أعزائي الكرام، خير بداية لكل بداية آيات من الذكر الحكيم ولحظات نعطر بها أجواءنا وأسماعنا ونزكي نفوسنا بالقرآن الكريم. والقارئ أحمد بن قدال الجبريلي السلمي يتلو علينا ما تيسر من القرآن الكريم، فليتفضل وله منا جزيل الشكر والتقدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول لا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. صدق الله العظيم. كل الشكر والتقدير لك على هذه التلاوة المباركة، جزاك الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا واجعلها في موازين حسناتك. أعزائي الكرام، نجد لكم التحية والترحيب مرة أخرى ونقول لكافة الضيوف الكرام حياكم الله وعلى الرحب والسعة في هذه الاحتفالية المباركة. أدام الله عزكم وأفراحكم ومناسباتكم السعيدة. فرحة أهل الحفل بحضوركم فيها الشيء الكثير من مشاعر البهجة والفرحة والسرور بحضوركم المشرف. كل هذه المعاني أعزائي استعرضها معكم راعي هذه الاحتفالية الأستاذ أحمد عوض الجبريلي السلمي في الكلمة التالية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول أقول معي بسم الله، والثانية تبارك وما شاء الله، والثالثة من بعدها ذكر الله، والرابعة صلوا على سيدنا محمد. ويا مرحبا ترحيب منا تعم الكل، وبالكل ارحب ثم ارحب ثم ارحب ثم رحب ثم هلي، ونور الفرح جوف السماء متحلي، وصلوا على خير البشر سيدنا محمد. كشع الظلام بنوركم وسررنا بحضوركم، وزادت بهجتنا ضيوفنا الكرام بوجودكم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، شيوخ القبائل الحاضرين، ضيوفنا الكرام، الأصحاب والزملاء، أيها الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إصالة عن نفسي وباسم أخي محمد عوض الحليلي السلمي وكافة أفراد قبيلة ذوي فهيد أقول لكم مساء الورد والفل والكادي، مساء البهجة والسرور،
وحياكم الله جميعا عدد ما سارت خطاكم من ممشاكم إلى ملفاكم. نشكر لكم إجابة الدعوة والحضور لمشاركتنا فرحتنا هذه الليلة بمناسبة زواج ابننا الشاب نايف عوض الهليلي السلمي. وبهذه المناسبة أقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. أكرر الشكر والتقدير والترحيب بكم من حضر وتمني للجميع مساء سعيدا وزارة ممتعة مع فقرات حفلنا هذه الليلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر أعزائي للأستاذ أحمد عوض جبريل الهليلي السلمي على هذه الكلمة المعبرة والهادفة ومشاعر الوفاء والصدق والتقدير لكافة الحضور الكريم من ضيوفنا الأعزاء في هذه الليلة السعيدة. ونشكر حقيقة له هذه المعاني التي سمعناها في كلمته المعبرة والوافية. نقول شكرا لكم أنت وأخوانكم، بيض الله وجوهكم جميعا وأدام الله أفراحكم وعزكم، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أعزائي الكرام، لا زلنا في بداية احتفالية هذه الليلة، مشاركة منا جميعا ومن الأخوة سواء بالكلمة الترحيبية الصادقة أو كذلك القصائد الشعرية المعبرة والتي تضفي أجواء البهجة والسرور والمعاني الطيبة والهادفة التي نتطلع إليها جميعا لإحياء هذه الاحتفالية ونشارك أهل الحفل فرحتهم ونشارك نايف خاصة فرحته وسعادته بهذه الليلة الجميلة بمناسبة زواجه. ونتوجه له مثلكم جميعا ونقول لنايف ألف ألف مبروك الزواج، أدام الله أفراح الجميع. أعزائي، ما أجمل الكلمة المعبرة والمؤثرة التي تأتي في مكانها وتوجه لمن يستحقها، وما أجمل القصائد والمعاني والقوافي الشعرية التي تزيد من بهجة وفرحة أهل الحفل وكذلك ضيوفنا الكرام. عدد من الشعراء المتميزين يحضرون معنا الذين لبوا دعوة أهل الحفل ليشاركوا فرحة الجميع في هذه المناسبة بقصائدهم الشعرية. ولعل إحدى القصائد الأولى في هذه الأمسية الجميلة والتي زادت استبشارا وفرحة وشرفا حضوركم وتواجدكم ومتابعتكم لنا في هذه الأمسية. شاعر من أهل الحفل يتميز بالقصائد الشعرية المتميزة وله مواقف عديدة مشرفة مع ربعه وقبائله في مختلف المناسبات. باسم أهل الحفل وباسم ضيوف الكرام والجميع نرحب بمشاركة الشاعر ناهل بن قدال الجبريلي الهليلي السلمي ليتحفنا بأولى قصائد في هذه المناسبة، فليتفضل وله منا ومن الجميع كل الشكر والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم جميعا، حياكم الله. أبارك العريس هذه الليلة نايف وكل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهما بخير. بديت بسم الله واسم ربي عليها الاتكال، بليلة بحضوركم فيها يزيد النور نور، بحفل ابن عمي وريث الطيب من عمي وخال مالي عذر عن واجبه لو اعتذر مالي معذور. شاعر وصوغ القافية العراف وجيب الجزال، شعر يجمل صاحبه ولا يريح بعذور. يا مرحبا ترحيب باللي حاضرين الاحتفال بحلة اللي تكرم الضيفان والبيت معمور. عيال الفهيدي كاسبين الطيب من ماضى العصور. يا مرحبا ترحيب باللي حاضرين الاحتفال بحلة اللي تكرم الضيفان والبيت معمور. ربعي حزامي مسندي وفخر بهم في كل حال، عيال الفهيدي كاسبين الطيب من ماضى العصور. الضيف لا من له فيكرم كيف من الدلال، الهيل والبن اليماني داخل الدله يفور. عاداتنا متوارثين الطيب ونجيب الجدال، ونقول في حق القبائل اشهد المولى قصور. وباسم الرجال اهل الوفا والطيب وفينا الخصال، ابناء عوض يالله عساه بجنة الرب الغفور. يا مرحبا ترحيب تبقى على طول الليال، من طيبها تبقى على مر الليالي والشهور. عيال عمي كاسبين الطيب اسمنا السبال، افخر بكم
وانا ولد شيخ على وضح النقام اضرب مثال. رعى الكرم رعى الوفا حلا صعبة الامور، هذا الزعيم اللي تعلى واعتلى رؤوس الطوال بمرجله بين العرب فعلا مثبت خبور. وصلوا على ذكر النبي عداد ما يبداه، وصلوا على ذكر النبي عداد ما يبداه لا محمد الهادي شفيع الخلق في يوم النشور. سلامتكم الله بعد على كسور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صح لسانك يا ناهل وبيض الله وجهك على هذه القصيدة التي بدأنا بها هذه الاحتفالية في هذه الأمسية المباركة. والله ونعم بك وبشايبك قدال بن مخضور الجبرين السلمي، ونعم بخوالك فهد عواد الجبرين السلمي وأخوانه وبكافة قبيلة ذوي فهيد الأعزاء من ذوي جبرين، ونعم وسمع عام بالكل والجميع. كل الشكر والتقدير لك على هذه البداية المتميزة مع شذاء عبير الشعر في هذه الأمسية، ونتواصل مع شعراءنا في هذه الاحتفالية. أيضا من ضيوفنا الأعزاء يشاركنا الشيخ والشاعر حامد أبو النفيع البناتي السلمي مناخي ذوي فهيد، والله نعم الاسم والمكانة، في قصيدة أعزائي الكرام يوجهها الخواطر بهذه المناسبة، يلقيها نيابة عن نبيل المحظور الجبريني السلمي، فليتفضل وله جزيل الشكر والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصيدة للشيخ حامد بن نبيعة البنات السلمي موجهة الخواطر ذوي جبريل. وبارك لولد عمي نايف، واقول لك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. مرحبا باسم الرجال اللي لهم واجب علي، واتشرف يوم ارحب في فرحكم يا خوالي. ما توخر عن مواقف الشرف والنار حيه، والحميه واصله بسليم الاقصى والموالي. وقت بن غانم ذياب وقت ابو زيد الهلالي، نعم فيكم يا ذوي جبرين وقفتكم قويه، وقفة يشهد لها التاريخ من طول الليالي. يا خوالب النبي على البيوت اللي ذريه، البيوت اللي لياد الحين يساها الظلالي. لو كتبت معلقات بحقكم ما هي، لو كتبت معلقات بحقكم مني بليه، ما وفيت بحقكم مني، ما وفيت بحقكم وانتم كريمين السفالي. وسلامتكم. ما وفيت بحقكم وانتم كريمين السبالي. كل الشكر لابن اخينا حامد بن نفيع البناتي الجبريني السلمي، والشكر الموصول ايضا لك يا نبيل على القاء القصيده في هذه الاحتفاليه المباركه. ولا زلنا اعزائي نعيش لحظات الفرحه وشرحه الخواطر، ونشارك العريس النايف بن عوض الجبريني السلمي فرحة بمناسبة زواجه، ونتوجه له مرة أخرى باسمكم جميعا فردا ونقول للعريس ألف ألف مبروك الزواج، أسأل الله له التوفيق والسعادة. ولا زلنا مع شعراءنا الأعزاء في هذه الأمسية لحظات أعزائي نتوقف معها لنحظى بالأداء والصوت الجميل والذي يزيد من بهجة الحفل، وكذلك عموم الفرحة على خواطر الجميع. وابن عمي الغالي والأستاذ القدير وصاحب الصوت المتميز في إنشاد وغناء أبيات الشعر الشعبي بصوته ليضفي لنا أجواء البهجة ومعاني الشعر الحقيقية التي ننشدها في مثل هذه الاحتفالات. فليتفضل أبو نواف وله جزيل الشكر والتقدير. مساكم الله بالخير جميعا. وبهذه المناسبة أبارك أولا لعريس هذه الليلة وعروسه، وأقول لهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وبما أننا هذه الأيام نعيش عاصفة الحزن، قولوا أمين. يحفظ الله بلدنا من شر الحاقدين ومن كل الشرور، وينصر الله صقورنا في الحد الجنوبي. أما المشاركة
يا لا لي يا لا لي يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لي يا لا لي يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 لا. وين السيوف يا احمد؟ أول ما نبدأ بذكر الله في ليلة زان مبداها، وخير البدايات بسم الله في ليلة زان مبداها. السلام ردية ضافية في ليلة زان مبداها، منها جسم صلح القافية في ليلة زان مبداها. جينا يا نايف على الميعاد في ليلة زان مبداها، جينا يا نايف على الميعاد في ليلة زان مبداها. يا سلام. جينا سوى الحياة المنقاد في ليلة زان مبداها، جينا على سنة الهادي في ليلة زان مبداها. أجود في حلة أجوادي في ليلة زان مبداها. تعال بقى تعال. لجلك يا نايف بدأت ألقى في ليلة زان مبداها. طيب ابو نواف طيب. وابدي معك عالي المشرف في ليلة زان مبداها. الله الله الله. قدرك يا نايف على الراس في ليلة زان مبداها. استاهل طيب. وربعك على الطيب والنوماس في ليلة زان مبداها. طيب طيب طيب. ويا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. أول ما نبدأ بذكر الله في ليلة زان مبداها. طيب يا فيصل طيب فيصل. خير البدايات بسم الله في ليلة زان مبداها. وسلام ردية ضافية في ليلة زان مبداها. منها جسم صلح القافية في ليلة زان مبداها. جينا يا نايف على الميعاد في ليلة زان مبداها. طيب طيب. جينا سوى الحياة المنقاد في ليلة زان مبداها. جينا على سنة الهادي في ليلة زان مبداها. أجود في حلة أجوادي في ليلة زان مبداها. لجلك يا نايف بدأت ألقى في ليلة زان مبداها. وابدي معك عالي المشرف في ليلة زان مبداها. قدرك يا نايف على الراس في ليلة زان مبداها. وربعك على الطيب والنوماس في ليلة زان مبداها. سلامتكم والف الف مبروك. استاهل. تحية العورة صفقوه يا رب. استاهل في ليلة الزانة مبداها. صح لسانك عوض. وشكرا لك على المشاركة والأداء الشيق والجميل لأبيات القصيدة. وحقيقة حضورك مشرف ومؤثر ودورك معروف ومشهود حقيقة منا ومن الجميع ومن كافة الضيوف الكرام وأهل الحفل يستاهلون كل مشاركة وكل ما هو جميل بحيث يضفي جوا من البهجة والسرور على ضربات احتفالية هذه الليلة. عوض الربيعان حقيقة أستاذ وشاعر قدير، ولكن يا خالد فرنجي أهلاوي. عوض ايش رايك؟ يستاهل التقدير والتشريف، ولكن رأيت أنه يكون
يقول أهلاوي ولكن مشيها له، هو يستاهل التقدير من الجميع. أعزائي نجدد التحية والتقدير والترحيب والتشريف لكافة الضيوف الكرام، ونقول لكل من حضرنا ولبى دعوتنا وشاركنا حفلنا حيا الله ويا مرحبا وهلا وسهلا بالكل والجميع. ابن عمنا الأستاذ الشيخ فهد عواد حجيان النبريني السلمي أحد أهل الحفل في هذه الليلة، لديه حقيقة ثراء معرفي وفكري وراوي للعديد والعديد من القصص والسوالف والقصائد القديمة، إضافة إلى كونه شاعر من شعراء ربعنا وجماعتنا المميزين والمعروفين في مجال الشعر الشعبي. يشرفنا أبو عبد المولى بالمشاركة حسب اختياره، فله كل الشكر والتقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أكرر الترحيب بالضيوف والشكر للأستاذ الإعلامي عابد الحليلي. وعندي مشاركة هي قصيدة للشاعر المرحوم بإذن الله رشيد بن زيد الزلامي العتيبي، والشاعر رشيد أشهر بالنار على علم وندعو له بالرحمة. وبالمناسبة الشاعر رشيد هو صاحب وفي الخالي الشيخ سعيد بن مغلي الحليلي، شاعر وشيخ، شاعر حليل كافة وشيخ من شيوخ حليل إن لم يكن شيخ حليل كلهم. وهذه القصيدة يقول رشيد الزلامي: ألا يالله إني طالب طاعتك ورضاك وعلما لا ذكر وهل الخير نذكر به، وأنا في رضا عطفك وأنا ملتدي بحماك تفرج هموم القلب يا غار الكرب. ليدردع الغربي وحرك غصون الراك وناح الحمام وعالي الصوت الهرب تنهدت مثل المضرب اللي لقيت الباب، تنهد صويب مولس لذكت الحرب تجاوب حمام الورق يا لايم يا عساك، يحدك زمانك يم لا تبي قرب ذليل اللي يبيت خجول تعد تخطاك تلزى، وقلبك واهب النار عربه ولا يا حمام الورق هيبتني بغناك، مع الهم والغربال والبعد والغربة ولا يا حمام الورق، ما شفت ولا جاك ترى ينفع المهموم علما يبشر به عن الدار واهل الدار، والسر ما يخفاك غريب تحداها الزمان وقلع سربه، من اول يجوز العذر للي يروح هناك، وانا اليوم مالي عذر ويشت على دربه، مسكها حكيم الراي واندارت الافلاك وقعت السفينه واشرق النور من دربه. يا سلام يا سلام. هذه القصيدة الثانية للشيخ الشاعر ذعار أبو الربعان العتيبي أيضا، يقول فيها: يا ضاق صدري من هموم تولاه وزاد العماس وقام صدري يفوحي، انطق طقه محت البيض مخباه وقامت هواجي سب ماير جنوحي، وانا بلايا اللي على الرب مشكاه اللي محروني ولا دريت روحي، لولا شراب العظم يوم اني املاه اكويه بالجمره ويكوي روحي، معدلة صفراء على النار مركاها بصر صبتها على كيف روحي، فنجالها يشتخ ضاب الخونداه الجادل اللي عندها لها طموحي، ويوم كيف الفنجال خصص هالجاه راعي بماي قبل قل من طموحي، صبه المنه تنثر الدم يمناه يثني بواده عند راعي اللدوحي، والثاني اللي ما توانى مضاياه يضوي ليسكت علاه النبوحي، وعده المنع وصن جايب ترصاه، وعده المنع وصن جايب ترصاه، ريف لهن بالزمان اللحوحي، دبدها يضحك حجاجه المنجاه، وقت المعاصر مارد ما يزوحي، وباقي الرجال فحول نسوان ورعاه ضباط مال وحافظين السروحي، ورعى الردى محد اليامات ينعاه لصار محروم من جبان شحوحي. وسلامة الجميع. سلمت يا ابو عبد المولى، وبيض الله وجهك على المشاركه والبزاله والعلم الغانق والثراء المعرفي والفكري، وكشخص راوي ومتمكن ويملك الذكاء وبعد الفكر
كفهد عواد الجبرين السلمي حقيقة يحق له أن نفخر ونعتز فيه وفي مكانة بيننا وبين ربعنا. شكرا لكم وبين الله وجهه. أعزائي، ما أجمل لحظات الفرح وبهجة الفرح التي نعيشها مع ربعنا وجماعتنا وقبائلنا حقيقة، سواء دون جبريل أو كافة حليل. في مثل هذه الحفلات نشعر جميعا بالفرحة. أهل الحفل يفرحون ونحن أيضا معهم نشاركهم نفس الإحساس ونفس المشاعر في بهجة الفرح التي يعيشونها كذلك. نتواصل مع شعراءنا الأعزاء ونشارك أبناء المرحوم الشيخ عوض الغيان والجبرين السلمي فرحتهم في هذه المناسبة، بل نشارك ربعنا ذوي فهيد جميعا، والله ونعم الاسم والمكانة بربعنا وعيال عمنا الأعزاء نشاركهم فرحتهم في هذه المناسبة السعيدة، ونشعر بما يشعرون به من شرحة الخاطر والإحساس ببهجة الفرح. أتم الله فرح الجميع. نشارك الآن أعزائي أحد أبناء القبيلة الأعزاء بنظم الشعر الشعبي، وكذلك بحسن الصوت والأداء الجميل. صغير في سنه ولكن حقيقة لديه موهبة سبقت عمره المعروف عنه. شاعر موهوب، ونحن حقيقة نعتز ونفتخر بمواهبنا جميعا. باسمكم جميعا وباسم أهل الحفل نرحب بمشاركة بناخينا أو بناخي أهل الحفل الشاعر والمنشد وصاحب الحس والصوت الجميل فيصل حضير الجبريني السلمي. بناخي أهل الحفل فليتفضل أبو حضير ليشاركنا فرحة أهل الحفل بإحدى قصائده في هذه المناسبة السعيدة، وله منا الشكر والتقدير. جزاكم الله بالخير جميعا. أبارك الخوالي فرحكم، وبأخص نايف نتمنى لك حياة سعيدة. صلوا على النبي. أبدأ بذكر اللي عجايب قدرته تنهى العبادة. أبدأ بذكر اللي عجايب قدرته تنهى العبادة. الواحد اللي لأجل عفوه راكعين وساجدين. أطلبك يا رب البشر في دنيتي خير وسعادة، وفي الآخرة يا الله عسانا في جنانك داخلين. الشعر مضمار طويل وكل شاعر واجتهاده، كل هجوس تدفعه للكنز والدر الثمين. أقول أبدأ بذكر اللي عجائب قدر تهتدها العبادة. الواحد اللي لجل عفوه راكعين وساجدين. أطلبك يا رب البشر في دنيتي خير وسعادة، وفي الآخرة يا الله عسانا في جنانك داخلين. الشعر مضمار طويل وكل شاعر واجتهاده، كل هجوسه تدفعه للكنز والدر الثمين. ولا نقول الشعر ديره صيدها مغفر عداده، والشاعر هجوس السلاحه ما تصيد الا السمين. وانا سلاحي جايب المطلوب ومحقق مراده، صايد وفايد هاجسي من فضل رب العالمين. يوم بعض الشعر عنوان المهاتر والبلاده، وانتم تعرفون القصيده العذب يا متذوقين. يا مرحبا في مرحبا والطيب للضيف اعتماده، ترحيب بضيوفنا اللي في الوعيده واصلين. اقولها في حله اللي مصدر العلم وكاده، خوالي اللي مجدهم ما غيره دور السنين. افعالكم في قمه الامجاد ما تبغى شهاده، انتم خوالي وافتخر في كل وقت وكل حين. والليل هذا ليل يا زينه ويا مطيب براده، وافراحنا ما تنوصف مع الرجال الغانمين.
مبروك يا نايف، عسى ما يلحقك شر ونكاده في دنيتك يا راعي الميقاف يا ذرف اليمين. جاكم بناخيكم ولقد بان صده وابتعاده، والله وانا فيصل على الميعاد بالعقل الدهين. وختامها صلوا على اللي دلنا درب العباده، الهاشمي فيه ناخذ وخير المرسلين. سلامتكم. برخينا ونعم والله فيصل حقيقه وجبريل يا سلمي، ونعم فيكم بخوارك الاعزاء، وشكرا لك على مشاركتك الطيبه في هذه الاحتفاليه المباركه، والشكر الموصول ايضا لكافه الشعراء الذين يتواصلون معنا بقصائدهم واشعارهم المتميزه احياء لهذه الاحتفاليه بمناسبه زواج العريس نايف ابن عوض جبريل يا سلمي، والذي نسال الله له التوفيق والسعاده. ضيوفنا الكرام نرحب بكم مرة أخرى ونقول لكم فردا حياكم الله، يا مرحبا ويا هلا وسهلا، وعلى الرحب والسعة حضوركم حقيقة محل تقدير وتشريف منا جميعا. كما نرحب أيضا بالشاعر المعروف والمتميز وضيفنا الغالي والعزيز أحد شعراء ربع وقبائلنا سليم، الشاعر سيف ابن عايض الصادري السلمي، والذي لبى دعوة أهل الحفل وحضر مشكورا ليشاركنا في أمسية هذه الليلة. باسم أهل الحفل وباسم الجميع مرحبا بك يا سيف، نقول حياك الله والرحب والسعة، ويشرفنا مشاركتك في هذه الاحتفالية، ولك جزيل الشكر والتقدير. الله يبقيك ويبارك فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألف مبروك للعريس نايف. وشرفنا صراحة بدعوة الأستاذ أحمد عوض الحليلي، وهذا شرف لنا ما نحضر قدام الوجوه الطيبة. المشاركة المتواضعة يقول سلام والليلة حضرنا كلنا عز وفخر، نفخر بعاصفة الحزم والصف واحد متحد. الحمد لله فضل ربي يسر من بعد العسر، الله جمعنا واجتمعنا نصرة للمضطهد. الطائرات تغير والحوثي مثل حب الزهر، واللي يحاول ينشر الفتنة لعله برمد. من شان شرع الله وشان الدار ما تهاب الخطر، وتهجد اللي بالنصايح والمواعظ ما هجد. هذه بداية خير من سلمان للي يعتبر، واحنا معه من حيث ما يمشي على حسب الوعد، واحنا معه من حيث ما يمشي على حسب العهد. من بعدها يا حليل، من بعدها يا حليل يا قوم الطناخة والظفر، انتم صعاطير الرجال اللي مواقفهم سند، وانتم ذهب صافي يشرف في حفلتكم حضر. يلقى الكرم عند الرجال اللي يتبشر بالسعد، من الشجاعة ناركم كبرى وشعلتها جمر، تسابقون الموت من دون الوطن وقت الوعد. واهل الكرم واهل الوفاء بداتكم مثل المطر، ترحيبكم وافي وتكميل الوفاء ما ينجحد. تاريخكم يشهد لكم بالعرف وعلوم السطر، وفعولكم حاضر بحاضر كل رجل مجتهد. واحمد اليوم انه دعاني جيت حفله من عصر، يستاهل التقدير راعى الطيب كل اللي شاهد. واحمد اليوم انه دعاني جيت حفله من عصر، يستاهل التقدير راعى الطيب كل اللي شاهد. اعلامي محنك نقدم له التحيه مع شكر، مواكب احداث التطور في العصر مثل الفهد. يختار ما يحتار ويقدم للماس الدرر، لسليم قدم ما يشرفهم وللعليا صعد. وانا من اللي صيتهم نارا وتقدح من شرر، وانا من اللي صيتهم نارا وتقدح من شرر. الا تصادر في المواقف ما تحسب حساب احد، بالطيب طيب وللمعادي عندنا شر وضرر، واللي يقدم سبق يلقى عندنا يوم الاحد. مع شيخنا اللي في لوازمنا احزان الظهر، الشيخ ابن ناجم زبون الكايده واللي بعد من دون نقص في القبائل كلهم موت حمر، لكن ربع من سليم بكل موقف تستعد. من بعدها مبروك يا نايف ونورت القصر، الله يتمم لك بخير ويحمي عيون الحسد. من بعدها مبروك يا نايف ونورت القصر، الله يتمم لك بخير ويحمي عيون الحسد. افراحكم ذاعت وعمت بالتهاني والسمر،
جينا نهنيكم عسى الافراح تبقى للابد. واختارنا صلوا على خير البريه والبشر رسولنا اللي بلغ الدعوه على اساس وعمد وسلامتكم. شكرا يا سيد، حياك الله بك على هذه الاطلاله والبدايه الجميله لك. والله نعم بك وبربعك على الصادر، ونعم بكافه ربعنا وقبائلنا بدون قصور في حق احد. كملت ووفيت، الله يجزاك خير وصح لسانك، وله غريب الوفاء على مثلك وشراك من الرجال. يستاهل احمد ابن عوض واخوانه وكذلك عريس وفارس هذه الليله كل الوفاء وكل التقدير والمعزه والمشاركه الجزله. نسال الله عز وجل التوفيق للجميع. بطلب من ابن عمي فيصل ابن نامي ابو خالد يا فهد يطلب منك قصيده خاصه لك انت في هذه المناسبه، فنرجو كلمه الطلب الخاص من ابو خالد، فنرجو منك ذلك. الشيخ فيصل طبعا هو خالي ولد خالي، وطلب مني قصيده. والله انا ما عندي امحان، ماني محضر لهذه المناسبه لان انا كنت مريض وما عارفين مع الظروف كلها، ولا طلب ابو فيصل. لكن اول يقول الشاعر خلف بن هدال العتيبي شاعر الوطن وشاعر الحماسه، يقول في بيت له: وين انت اللي لها العذراء تكحل، يقول عيونها وتشوم الافعال، من طيب ابوها تبي وصف حلي له، يقلط على شوكة البارود مضلاله. انا اقول هذا حال الان اجابه هذا السؤال، واقول هذا هو الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه ويطول عمره. هذا اجابه السؤال، وهذا اللي يقوم لعيونها وتشوف الافعال، هذا هو اللي قدر يقف في وجه العدوان الغاشم على دولة اليمن الشقيقة ويقر الموازين، حتى ان بعض الناس ولا نقدر نسميه احنا ما له دخل في السياسه، لكن انه وقف عاجز حتى عن اجابه او حتى عن طرح السؤال في وجه عمليه عاصفه الحزن. عندي والله قصيده تكريما للجميع ومنهم ابو خالد، يقولها ايضا الشاعر خلف ابن هدال، يقول: والله اعذروني اذا اني ماني حافظها، انا كنت حافظها لكن رغم اني ماني حافظها لا، والله اني ماني حافظ شيء، هي انا والله ماني حافظ شيء يعني ما اقدر، لكن بجيب هذه القصيده. يقول: يا غزال علق الوسم في قلبي وراه، يحسبني مثل ناس تضيع حقوقها، ما درى اني صاحي الا الهداد ولا الصباح، قاعد فكري وعرفت ديار وسوقها، لو بغيت ارميه رمية عداوة كان طاح، بندقي ترمي المنايا وانا مبوقها، ما اخاف من المناقيد يا ربي البراح، الف شق والف شق قافل صندوقها، كل ما دعدع من الشرق دعدع الرياح، اتخيل صورة غايب مخلوقها، ودي ارسل له مع الطير خفق الجناح، عن عيون بالبكاء ما تكفر موقها، وانهدرني مترف الروح كلش له مباح، المحبة للمحبين يحرق شوقها، حالتي حالة سير يهدد بالسلاح، بين عدوان يكون الزعل بحلوقها. وسلامتكم. ابو خالد ان شاء الله في مناسبات قادمه نجيب له اكثر من قصيده. يعطيك العافيه ابو عبد المولى، لكنك اخترت لنا قصيده تهيئ حقيقه الوجدان وتداعم المشاعر، وخاصه لاحظت لفت الانظار من الشياب اكثر من الشباب، فلو انك اخترتنا غيرها من القصائد الحماسيه والاجتماعيه كان هونت الامر على الجميع، ولكن بيض الله وجهك وشكرا لك. ويعذرنا الشياب في دغدغه بعض المشاعر التي رايناها على البحر. نتواصل اعزائي في هذه البرنامج وهذه الامسيه الجميله والتي ازدادت جمالا بفرحه وبهجه العريس نايف بن عوض البريني السلمي وكذلك حضور الضيوف الكرام. لهذا حقيقه نرحب بضيفنا القدير الذي وصل التو الشيخ عطيه ابن حمدان القويسي الثليلي السلمي، ونقول حياك الله يا ابو حمدان بين ربعك وقبائلك، ويا مرحبا ويا هلا، نور الحفل بوجودك ووجود الربع جميعا، حياكم الله جميعا.
ونبارك حقيقة للشيخ عطية حمدان بفوزه بالطائفة حقت الإعلام، لذلك نبارك له ونهنيه. وبمناسبة هذه التهنئة أعتقد إن شاء الله يعني راعينا مراعاة خاصة في أسعار البيع والشراء لدى محلاتنا العاملة، والله يرزقه ويوفقه إن شاء الله. أعزائي الكرام، باسم أبناء الشيخ عوض بن ديار الله يرحمه، باسم قبيلة ذوي بهيت بن ذوي جبريل، نرحب بكافة ضيوفنا الأعزاء ونقول يا مرحبا ويا هلا ومسهلا، حياكم الله وعلى الرحب والسعة. أجمل التبريكات للعريس نايف عوض بمناسبة زواجه، ونقول له ألف مبروك، ونعرج مرة أخرى شاعرنا القدير وعلى الحسن والصوت الجميل يزيد من البهجة والفرحة والسرور على ضربات هذه الاحتفالية المباركة. وأستاذنا وشاعرنا القدير عوض ربيعان الجبريل السلمين يتحفنا بما لديه من عروض الشعر ونظم القوافي بأدائه المتميز كهذه الأمسية المتميزة بحضور ومتابعة ومشاركة الجميع. فليتفضل أبو نواف وله منا ومن أهل الحفل كل الشكر والتقدير. نبغى نغير لكم النمط. حقيقة قصيدة هي مهلي لشاعر اسمه أحمد محمد البلادي حكم، من إعجابي بها لحنتها. يقول الحياة دروس والدنيا تجارب والبشر طلاب داخل مدرستها. يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 لا. الحياة دروس والدنيا تجارب والبشر طلاب داخل مدرستها، والليالي ما صفت فيها المشارب كيف تصفي والهموم مكدرتها. والبشر هذا زمن مثل العقارب لو يدينك في مخافك لغدتها. والحسد دايم يجيك من الأقارب كم بيوت من حسدها دمرتها. ومثل ما قال المثل سدد وقارب لا تقاطعها ولا تمن جهتها. واجعل الاذكار لك مرسى وقارب تحفظك من موجها وملاطمتها. كم وجيه خلفها حقد ومآرب والكلام الزين في روس ألسنتها. كم وجيه تعجبك والمخ ضارب لو تزر بجاحة ما ضيعتها. كم وجيه تعجبك والمخ ضارب لو تسرح بشاة ضيعتها. كم رجال تمتلك لحية وشارب عاشت وماتت وهي ما كرمتها. جعل ما بين المشارق والمغارب بيني وبين الرخوم ومعرفتها. اغتنم خوة عطيبين المضارب الرجال اللي رفيعة منزلتها. للحمول الكائدة ظهر وغارب لو طال الوقت بانت منفعتها. واعرف الناجح ترى دايم حارب ما عليك من الرخوم وبربرتها. سلامات. واعرف ترى الناجح دايم محارب ما عليك من الرخوم وبربرتها. صح لسانك يا عوض، يعطيك العافية. هذه القصيدة حقيقة أنها تعتبر علاج لبعض النفوس في حياتنا المعاصرة. شكرا لك على المشاركة وبيض الله وجهك. أتواصل أعزائي مع شعراءنا في هذه الأمسية المباركة يشارك أبناء الشيخ عوض الله يرحمه فرحتهم في هذه المناسبة السعيدة. الآن نستمع لمشاركة أبيات تعتبر وجدانية
ومن باب تشجيع المواهب لربعنا وابناء عمومتنا الاعزاء يشاركنا ناهل قذال بالابيات التاليه، فليتفضل وله جزيل الشكر والتقدير. هذه ابيات وانا رحله صيد بين القرص الويل. يا ديرة مريتها تالي عصير وكنت فيها كان قصدي وراها، مجهز العزبة وبندق وبالطير لكن حظي جابني في حماها. أول طريقي شفت سيدة الأنادير وصديت وثر قلب عانق هواها، عديت حارتهم وثر قلبي يمضير دبها حتى عيوني عماها. معدل الطارة هلاني مع السير وهدوس روحي قام يبحث خلاها. سلامتك. وهدوس روحي قام يبحث خفاها. لله دمك يا ناهل، عوض يعطيك العافية يا ناهل. عساك صرت مصرية يا ناهل. الله يوفقك. أعزائي، أجواء الفرح جميلة حقيقة، سعدنا بها، فيها شرح الخواطر والسرور والبهجة في النفوس. نشارك أبناء عمومتنا فرحتهم في هذه المناسبة السعيدة. وكما أسلفت سابقا حقيقة حفلات ربعنا وأبناء عمومنا وقبائلنا لها نكهة ومذاق وشعور خاص نشعر بها جميعا. أدام الله أفراح الجميع. نعود ونعرج على ضيفنا القدير سيف بن عايض الصادري اليسلمي ليشارك معنا الضيف الغالي بقصيدة أخرى، فله منا ومنها الحفل كل الشكر والتقدير. الله خلقني ذا المخاليل كباع، عقلي في راسي واعرف الزين والشين، ولاني لهرج الناس والكذب سماع، لو في ما يخفى عن السمع والعين. وإن كان شفت الشك في بعض الأوضاع، أصد لبحث خافي الشر ويبين. الناس في هذا الزمن عدة أنواع، وخيرهم من طبق الشرع والدين. القوة اللي يعز في حرب وجواع، اليوم صارت قوة أهل الملايين. كل على ما قيل للمال جماع، شفت الوحوش اللي تحوف المساكين. من الطمع ومن الجشع صرت مرتاح، تخطيط تعجز فيه حتى الشياطين. هذا في جيب اللي يخاويه طماع، وهذا يطبل له ويضحك بوجهين. وهذا يجام العمر من شان نفاع، واللي يجتمع مع صولهم صار قسمين. سلامتكم. صح لسانك. وهذا يجام العمر من شان نفاع. لا تطلبوك يا شيخ، بيض الله وجهك على هذه القصيدة الهادفة وذات المعاني المتميزة. وحقيقة تعجبني القصائد التي دائما تلفت الأنظار وتعالج بعض السلبيات الاجتماعية في حياتنا المعاصرة. ضيوفنا الكرام أعزائي، هذه الفقرة القادمة عبارة عن شيلة نزف فيها عريس و نائب عوض الجبريلي السلمي بمناسبة زواجه. نطلب من أهل الحفل وكذلك من أبناء عمومته ومن الضيوف الكرام المشاركة بزفة عريس هذه الليلة، ووقتا ممتعا نتمنى لكم مع هذا الأوبريت الإنشادي الجميل والذي يعد خصيصا في هذه المناسبة المباركة. شكرا للشعراء الذين شاركونا بقصائدهم في هذه الاحتفالية. شكرا لاستماعكم ومتابعتكم لنا إلى هذه الساعة. شكرا لجميع من شارك في إنجاح هذه الاحتفالية المباركة. تقبلوا تحياتي وإلى لقاء نجمعنا بكم مرة أخرى في حفلات ومناسبات قادمة. تحية للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ عطية حمدان البويسي اليسلمي بتقديم إهداء تذكاري وصدق ومعزة ووفاء منه لأخوان أبناء الشيخ عوض الله يرحمه محمد وأخوانه أحمد ونايف وعبد الله في هذه المناسبة السعيدة. شكرا عطية حمدان، بيض الله وجهك على الوفاء والتقدير والمعزة الربعة وقبائلك، والوفاء ليس بغريب عليك ولا على أمثالك وشرواك من الرجال الأوفياء. نشكر له هذه البادرة الطيبة في تقديم هذه الإهداءات
المتميزة والتشريفية في هذه المناسبة السعيدة. والوفاء والمعزة للرجال المهدى إليهم من المهدي في هذه المناسبة المباركة. شكرا أبو حمدان وبيض الله وجهك على وفائك الربعك في هذه المناسبة السعيدة، والوفاء ليس بغريب عليك ولا على ثرواكم يا رجال.
هذه القصيدة من كلمات وأداء الشاعر سلطان لافي البقيلي. يا مرحبا حياكم الله باسم